السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يعلن رسميا تعاقده مع اللاعب المغربي رضا سليم لمدة 4 مواسم. الأهلي يضع بند في عقد رضا سليم يمنح الحق في تمديد تعاقد اللاعب لسنة أخرى بخلاف ال4 مواسم التي تم الإعلان عنهم. مارسيل كولر يقرر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم والعودة غدا يوم الأربعاء مرة أخرى قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية في نفس اليوم استعدادا لمواجهة المصري. الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدري لسموحة الموسمين ويضع بند في العقد يمنح له الحق في استعارة خدمات اللاعب بعد الموسم الأول. الجهاز الطبي يستبعد إمكانية لحاق ياسر إبراهيم بمواجهة المصري البورسعيدي في الكاس. الأهلي وكولر يتفقون على بدء معسكر الإعداد للموسم الجديد 25 أغسطس الحالي حتى 5 سبتمبر المقبل، ومصادر تؤكد أن ألمانيا تقترب من استضافة المعسكر. سيد عبد الحفيظ يمنح رضا سليم لاعب الفريق أجازة حتى 22 أغسطس المقبل، واللاعب يعود للمغرب مجددا بعد إتمام انتقاله للقلعة الحمراء. مصدر بالأهلي: كولر لم يحسم حتى الآن موقف صلاح محسن وعمار حمدي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل، وطلب المزيد من الوقت لاختبار الثنائي ومتابعتهم في التدريبات، ولذلك تم وضعهم في قائمة الانتظار. وفي حالة عدم اقتناعه باللاعبين سيدرس الأهلي موقفه سواء بالإعارة أو منحهم الاستغناء النهائي. كهربا ينتهي تماما من استكمال الغرامة الموقعة عليه للزمالك ويسددها للزمالك خلال ساعات قليلة ليغلق هذا الملف تماما. أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي يؤكد أنه لا يملك عروض من الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، وأن العروض التي وصلت له فقط من الأهلي الليبي والنصر أيضا. اتحاد جدة يعلن خضوع طارق حامد لعملية تجميلية في الوجه بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الصفاقسي التونسي. الأهلي يستقر على الإبقاء على خالد عبد الفتاح في الفريق بالموسم الجديد والتراجع عن فكرة عودة اللاعب لسموحة والاعتماد عليه في قلب الدفاع. مارسيل كولر والأهلي يتفقون على تأجيل مفاوضات تجديد عقده بعد الأجازة التي سيحصل عليها بعد مباراة المصري البورسعيدي في الكاس. ومصدر بالأهلي يؤكد أنه لا يوجد أي خلافات في التفاوض مع كولر على التجديد، وإن تأجيل المفاوضات لبعد العودة من الأجازة ليس له أي علاقة بأي عروض لدى المدرب، وإن الطرفين لديهم رغبة في الاستمرار معا لأطول فترة ممكنة. كريم نيدفيد يظهر في قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد عودته للفريق مجددا. مارسيل كولر يقرر منح لاعبي الأهلي راحة تم ابتداء من 4 أغسطس القادم حتى 22 من نفس الشهر ذاته قبل العودة واستعداد للموسم الجديد، ويطالب اللاعبين بالابتعاد تماما عن كرة القدم والاستمتاع مع عائلتهم حتى يعودون بشكل مختلف في بداية فترة الإعداد في الموسم المقبل. الجهاز الطبي بالأهلي يؤكد أن كريم فؤاد اقترب للغاية من انتهاء برنامجه التأهيلي، ولكنه قد لا يشارك في التدريبات الجماعية في معسكر الإعداد للموسم الجديد، وتبدأ مشاركته مع الفريق في التدريبات الجماعية من منتصف سبتمبر المقبل. مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن استضافة الإمارات العربية المتحدة للسوبر المصري بشكله الجديد الذي يتكون من 4 فرق في ال4 مواسم القادمة، ويؤكد أن البطولة ستقام بين بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ووصيف الدوري المصري الممتاز، وفي حالة حصول بطل الدوري على بطولة كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية يستبدل بوصيف كأس مصر، وفي حالة حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية يستبدل بوصيف كأس مصر أيضا. وإنه في حالة تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحة تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري. الأهلي يشترط تطبيق لائحة العقوبات على الزمالك وحرمانه من المشاركة في بطولة السوبر لموسمين بعد انسحابه من النسخة الماضية لكي لا يشارك في البطولة بنظامها الجديد. اتحاد الكرة ردا على الأهلي: السوبر المصري لأندية الأبطال هي بطولة مختلفة عن كأس السوبر المصري التقليدي الذي يلعب بين بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر، والسوبر التقليدي يتواجد في اللائحة ولا يمكن إلغائه إلا من خلال جمعية عمومية، وبالتالي البطولة ستلعب بشكلها الطبيعي حتى الآن. الجونة ينافس زد على ضم محمد محمود بعد فسخ تعاقده مع الأهلي. الكابتن محمود الخطيب يؤكد لسعد سمير إنه ما زال عنده وعده له، وفور اعتزاله كرة القدم سيتم استلام منصبه في النادي.